هو تركه على حد سواء، على حد سواء. لكن ممكن يتوصل بالمباح لشيء مأمور به فيكون مأمورا به، وممكن يتوصل به إلى شيء منهي عنه فيكون منهي عنه. ولذلك مثلا صلاة الجماعة واجبة على الرجال على الصحيح من أقوال الفقهاء. الوسيلة التي توصلك من سعيك ومشيك إلى هناك مطلوبة، صح؟ لأنها ستوصل. الذي يوصل إلى الواجب واجب. وسيلة الواجب واجب، ووسيلة المندوب مندوب، كما أن وسيلة الحرام حرام، ووسيلة المكروه مكروهة. لكن نحن لا نتكلم الآن على المباح إلا بوصفية الإباحة، لا بأنه يتعلق بشيء آخر. وإلا شخص ممكن يقول أنا آكل بنية التقوي على عبادة الله، خلاص أنت ربطتها بشيء في العبادة، أصبحت إن ربطتها بشيء في بالمأمور به تصبح بنفس الحكم، وإن ربطتها بشيء منهي عنه لا، هذا الشارع إن صرت فيه متبرجات من لا نسير هذا. يبقى لم تسر هنا لماذا؟ لتبتعد عن المعصية. سرت هنا لماذا؟ لأقترب من طاعة. خلاص أصبح السير هنا في تركك له عبادة، وأصبح السير هنا في مشيك له عبادة. ليه؟ لأنه هذا تعلق بشيء مطلوب وهذا تعلق بشيء. أصبح الإنسان يستطيع أن يحول كل أفعاله وأقواله وتحركاته إلى عبادة في المباحات. إذا ربطتها على حسب بنيته. إذا ربطتها بالواجبات ويؤجر الإنسان على نيته. يقول النبي اللهم صل وسلم عليه وعلى آله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. واشتهر في كتب علمائنا لا ثواب إلا بنية، والنية بضاعة العلماء كما يقولون، لأنه ممكن يفعل العمل بعدة نوايا يؤجر عليها. شخص آخر يفعل نفس العمل لكن بنية واحدة، خدت بالك؟ لكن هذا يؤجر على ما نوى وهذا يؤجر على ما نوى. فعله وتركه على حد سواء، لكن كيف أعرفه في الشرع؟ كيف